قررت ارجع اصور فلوجات ايا كان. فالنهارده اول فلوج بقى، خليها في النور، أنا مش عارف نجيب منين. فالنهارده يعتبر اول فلوج بعد ما الحكومه الجميله اللذيذه بتاعتنا فكت لنا الحظر، وهنقدر ننزل نقعد في كافيه براحتنا، مش هنبقى قلقانين ان الدنيا هتقفل علينا. كل الكلام ده ما حصلش، ونزلت لقيت النهارده حظر عادي جدا، واكتشفت ان انا اتغفلت. ف ما علينا، في حاجات تانية حصلت في الفيديو غريبة برضو. كملوا كملوا. لسه هاخد دش سريع كده عشان افوق، عشان حاسس ان انا النهارده مش في المود، وامبارح برضه ما كنتش في المود. فعايزين نفك الدنيا كده. فهنظبط شعرنا بقى ونظبط نفسنا كده، وممكن ننزل يعني نقعد شوية في أي حتة. هي وحشتني قعدة بره بصراحة. يلا بينا. احنا هنحط ده مؤقتا. روتين بسيط أبسط مما تتخيلون، شوية مية عشان نعرف نسرح شعرنا. فدي كانت إزازة صغيرة مش عارف كان فيها إيه، بس هي نضيفة يعني. أنا بقى شعرنا كده بدل ما نغسله. تمام. نرميها هنا. بعدين نجيب الفوطة. نشوف شعرنا. طبعا انتوا مستغربين بصينا ليه، بس في مرايات كتير قوي هوريها لكم دلوقتي. آه. ماشي. بص هنا ليه؟ عشان في مبيعات كتير قوي. يعني انا في مني كتير، في 50 عبد الرحمن هناك هم زيكم عاملين ايه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. اولا هنغير جو عشان انا مخنوق. ثانيا هنذاكر، المفروض يكون معانا مذكرات توكسولوجي، وديول الشرعي والسموم. هو آخر ترم بقى وبنتخرج، فنزق الدنيا مع بعض. فين التابلت؟ عاوزين معانا شوية يلا ماشي. التابلت اهو. طبعا الفون والموبايل، الشاحن، الباور بانك معانا برضو. لا مش معانا. فين الباور بانك؟ الباور بانك المحفظة موجودة والدنيا تمام. ماشي، النوتة اللذيذة. القلم اللي مش ماشي اوكي. خلاص كده. كده احنا يعتبر معانا أهم الحاجات اللي احنا محتاجينها. يلا بينا. كده احنا تمام. وصلنا على النقابة، الكافيه المفضل بالنسبة ليا. وهنبدأ بقى، المفروض هنذاكر ايه مش عارف، بس هحاول اذاكر حاجة مفيدة النهاردة. اكيد مش توكسو يعني. هو المفروض الحاجة اللي انا هذاكرها على الموبايل اللي انا بصور بيه، مش على التابلت. فللأسف مش عارف اصور يعني. كنت اتمنى يبقى معايا موبايل تاني، عشان او انا اشتركت للاسف في الكورس ده من على الموبايل. فصعب ان انا افتحه على جهاز تاني، مستحيل يعني، البرنامج مش هيقبل. ف هنتوكل على الله بقى ونذاكر شوية، وهنديكوا فيدباك عن اليوم. وعايز اتكلم في توبيك النهاردة، آه، خليه في وقته بقى. يعني واحنا بنتمشى كده بعد ما نخلص، عايز افيش بين شوية وانا بتكلم كفلوج. عايز اكسر حاجز ان انا اصور نفسي في الشارع وانا بفلوج. انا عملتها قبل كده كتير، بس حاسس ان انا بقالي كتير ما عملتهاش. حتى اللي هو الموضوع تقيل سيكا،
بس في ثانية إلا ثانية هيكون خلصان يعني. خلاص بلا صياح أرجوكم، بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص، أدري إني ساحب. الوضع ريلاكس، ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. طبعا أنا عايز أعتذر للتوكسولوجي عشان اكتشفت إن أنا مش معايا نت، محدش من أصحابي معاه نت، وأنا مش محمل أي فيديوهات من فيديوهات الكورس اللي أنا كنت ناوي أسمعه، واكتشفت إن أنا ما قداميش حاجة أعملها غير إن أنا كنت محمل فيديو توكسولوجي من 5 أيام باينني، المفروض سمعت فيه أول 10 دقايق وبعدين ركنته، فنسمعه. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة، فبعتذر للتوكسو. طبعا مذكرة أكبر من حياتي أصلا، بس هنذاكر وهنعمل بقى شوية تايم لابس كده وإيه، وهنذاكر من على التابلت يعني. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. حاجة عايز أقولها قبل ما أركب وأمشي، وهي إيه؟ وهي إن اليوم اللي أنت بتنزل فيه كلية وبتروح فيه تذاكر وبتنزل فيه التمرين وبتشتغل، اليوم ده بيكون مريح أكتر من اليوم اللي أنت بتقعد فيه في بيتك ما بتعملش أي حاجة، قاعد في السرير دماغك شغالة في حاجات هي مش بتاعتك أصلا، بس أنت عمال تفكر وخلاص. فلما بتشغل جسمك بتريح عقلك، لما بتشغل عقلك بتتعب نفسك وما بتوصلش لحاجة. فأنا كان الفترة اللي فاتت فترة تفكير صعبة، عمال أفكر، واكتشفت إن أنا محتاج أفكر قد كده وأشتغل قد كده، أشتغل أكتر من إن أنا أفكر، أخطط بشكل بسيط أو في وقت صغير واقوم انفذ على طول وبعدين اتست. لكن كبلان كامله ان انا اوصل ان انا هعمل ايه مثلا في خلال 3 4 سنين قدام، ابقى واثق ان الدنيا هتمشي حسب خطتي، ده مستحيل يحصل. وكل حاجه ليك نصيب فيها ربنا هيرزقك بيها، لو مالكش نصيب فهي تاكد ان ربنا هيبعدها عنك وده الخير ليك. بس ده كنت عايز اقوله النهارده يعني. حاسين بالفرق، فرق س... فرق شاسع، ايه شاسع دي؟ فرق شاسع ما بين الدوشة اللي احنا كنا فيها والوضع الحالي يعني. فعندنا شوية شغل لازم يخلصوا، وعندنا مذاكرة برضو. كنت عايز أقول حاجة برضو نسيت أقولها، لما يبقى وراك حاجات كتير قوي 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 اكتب. يعني أنا الأجندة دي أعز صديقة ليا السنة دي، لأن هي شالت عن تفكيري كتير قوي وخلتني أهندل دماغي بشكل أحسن وأفكر بفلو كويس يعني، وافكارك مش داخله في بعض. للاسف احنا كجيل تاثير السوشيال ميديا علينا خلى دايما تفكيرنا مشتت، بنفكر في اكتر من حاجه في نفس الوقت. دماغنا الموتور بتاعنا صوته عالي
على مفيش. يعني هو صوت افكارنا عالي قوي على مفيش. فدي حاجه بصراحه انا بدات الاحظها، او ملاحظها بقالي سنتين ثلاثه، وبحاول اعالجها بموضوع الكتابه ده. وكذا حد لقيته بيرشحه، فحسيت اللي هو يبقى انا صح، يبقى انا ماشي في الاتجاه الصح. وكمان هو بيريحني، مش سلوك قطيع وخلاص. اكتشفت ان هو فعلا مفيد ليا. فدي حاجه تانية برضو. وانت قاعد كده دايما خلي جنبك ورقه وقلم، فكر بالورقه والقلم، خطط يومك بجد والله يا جماعه. يعني موضوع ان احنا بنصحى يلا هنعمل ايه كده، هتاخد وقت طويل قوي 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 على ما تبدا، في حين ان انت لو اوريدي محدد كل حاجه، انت بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير يلا انا هبدا في دبانه عماله تعدي ان شاء الله ما تكونش. لو انت مخطط اوريدي، فانت هتقوم تبدا على طول، هتوفر اول ساعتين في يومك اللي هو بتفضل ماسك الموبايل ومكسل ان انت حتى تبدا في اي حاجه، لان انت مفيش خطه واضحه. حاسس اني بغيب كتير، كفايه كده على الفيديو، وهنشوف بقى يعني الفيديو الجاي هيبقى امتى. ان شاء الله ما تاخرش كتير. يلا سلام.